طيب في الفيديو ده هنتكلم على نقطة مهمة جدا ليها علاقة بالسيرفيس سيكتور أو القطاع الخدمي فيما يخص الايفنتس أو الأحداث أو الفعاليات المختلفة. بالنسبة للكلاينت، بالنسبة للعميل، من أهم الأشياء بالنسبة له إن هو فيل سيف، يشعر بالأمان، فكرة السيفتي. how do you secure the service place where events take place؟ ازاي تقدر تأمن المكان الخدمي حيث تقام الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية، ثقافية، اجتماعية، خاصة لو في مكان مغلق. الموضوع بيبقى أصعب شوية ومحتاج احتياطات أكتر شوية. أول حاجة في حاجة اسمها place capacity أو الطاقة الاستيعابية للمكان، يعني العدد أو the number of people it can hold، عدد الناس اللي ممكن إنها تتحمله. المفروض ان يكون تبع للطاقه الاستيعابيه عدد الناس او المدعوين الموجودين، علشان ما يحدثش حاجتين: يا اما هتلاقي ناس بيحصل لها سينكبي او اغماء او ديزنس، كده نوع من انواع الدوخه ومحدش فاهم فيه ايه، كل الحكايه العدد اكبر من الطاقه الاستيعابيه وفي ازدحام شديد، فبيحصل له ليفل اوف اكسجين او مستوى منخفض من الاكسجين، فمتوقع انك هتلاقي ده رقم واحد. رقم اتنين، لو حدث اي امر طارئ مش هيبقى سهل اخراج الناس، هيبقى اصعب بكتير. فعشان كده فكرة البليس كاباسيتي بتكون مهمة جدا. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، الشخص المسؤول عن التنظيم الحدث دوت مثلا، او انه المكان ازاي يكون مؤمن بشكل صحيح، لابد ان هو شوية هقول لكم حاجة، في سمة كده اسمها الشخص اللي بيبقى يعني باسمست شوية او مثلا عنده ليفل اوف worry شوية، نوع من انواع القلق والتشاؤم والتوتر شوية، برغم ان دي تعتبر سمات سلبية في شخصية الانسان، ولكن في بعض الاحوال وفي بعض المواضع بتكون ليها جزء ايجابي كده، انه بياخد precautions او احتياطات اكتر من الشخص العادي، بيبقى more cautious، بيكون حذر اكتر. وده احيانا في بعض الاشياء بيكون مطلوب جدا، لان انت لو متفائل زيادة عن الحد ومطمئن وعندك ثقة يعني عالية جدا، فعمرك ما هتفترض احتمالية حدوث اي امر طارئ. هتتوقع ان يعني everything is gonna be okay، ان كل حاجة هتكون كويسة، فبالتالي مش هتاخد اي احتياطات خالص. بالعكس صحيح بقى، او العكس صحيح، لما تكون عندك شويه قلق وتوتر هتبتدي تفترض طب لو حدث كذا هنتعامل معاه ازاي، طب ما احتمال يحصل كذا هنعمل ايه، طب لو كذا، فهيحصل ان انت هتعمل حاجه اسمها predetermined plan، خطه موضوعه مسبقا بتحدد كيفيه تعامل يعني تعامل الموظفين مع الامر، ودور كل واحد فيهم اثناء الحدث هيبقى عامل ازاي. وطبعا فكره التريننج او التدريب، فكره السيميوليشن، التدريب من خلال المحاكاه، زي كده في عمليه الايفاكويشن، اي اخلاء من مكان بيبقى فيه دايما تدريبات مستمره. لو في اي كارثه طبيعيه ما، زلزال، اي حاجه، طبعا معروفه حكايه الايفاكويشن دي، عمليه الاخلاء اللي بتكون مطلوبه ساعتها، انه ازاي شخص يتدرب عليها. بيفرق ان نكون الموظفين مدربين على الفكره دي في حته وجزئيه ان العقل بيكون ما بيحصلوش نوع من انواع الاضطراب الشديد او الارتباك عند حدوث الامر، زي ما يكون الشخص بيتعرض له لاول مره. لو بيتعرض له لاول مره هيكون مرتبك هو نفسه، فاذا هو مرتبك هيساعد غيره ازاي. لكن لما يكون متدرب عليه كتير بيبقى عنده ثقه اكتر في التعامل مع الامر، وده بيخليه اكثر هدوءا واكثر حكمه في التعامل مع الموقف كمان. فدي نقطة مهمة جدا عشان predetermined plan. طيب بالنسبة للعميل اللي داخل المكان، الانستراكشنز والجايد لاينز او الارشادات والتوجيه في جزئية ايه اللي مسموح ان يتعمل، ايه اللي مش مسموح. مثلا لو مش مسموح التدخين مثلا، او انه مثلا في حاجات معينة ما ينفعش تاخدها معاك جوه او تستخدمها جوه لان ممكن تؤدي لمشكلة ما. فالانستراكشنز والجايد لاينز بتخلي العميل على علم، وده بيقلل احتمالية حدوث اي امر طارئ. برضو فكرة البروactive actions، يعني ليه نستنى لما الحدث يحصل وبعد كده ان احنا نبتدي تو رياكت؟ طب ما اولا نحاول نعمل بريفنشن، منع للحدث ان هو يحصل بقدر المستطاع. مفيش شيء مؤكد ومضمون 100%، ولكن بقدر المستطاع. فدي فكرة الخطوات الاستباقية التي قد تمنع حدوث الحدث قبل حدوثه، يعني حدوث الحدث من الاساس. فده شيء مطلوب جدا. وزي ما قلنا البري-determined بلان او الخطة الموضوعة مسبقا جزء من البروactive اكشن ده. طيب دي كمان نقطة مهمة جدا. تعالوا بقول لكم نقطة ثالثة مهمة جدا. طبعا فكرة الاليرت سيستم، نظام التنبيه، الفاير اكستنجوشنج سيستم او نظام الاطفاء، والحاجات دي اساسية ومعروفة ومش محتاجين ان احنا نتكلم فيها لان دي حاجات اساسيات يعني. لكن في نقطة مهمة جدا تانية اسمها اللي هو الامرجنسي اكزيت دورز، اللي هي مخارج الطوارئ. لازم تبقى apparent أو مرئية للعملاء، لأنها لو hidden أو concealed from their eyes، يعني أو هي يعني مخفية عن أعينهم،
ساعة حدوث الامر مش هيبقوا عارفين هي فين اساسا عشان يقدروا يطلعوا من خلالها، فدايما بيفضل انها تكون ظاهرة. الحاجة التانية انه يكون في احيانا بيكون في خرائط، يعني خريطة في ماب كده بتبين المخرج ازاي، وده افضل بكتير قوي عشان بيسهل الامر بدرجة كبيرة جدا على الشخص، خاصة انه بيكون متوقع في دايما الاحداث الاجتماعية وفي الايفنتس دي انه بيبقى فيه مش فرد لوحده، ده بيبقى ممكن معاه اسرة كاملة، فبيكون الموقف معقد اكتر واكتر توترا لان هو عايز يعني ينجو باسرته، ففي عدد كبير فبيحصل تدافع، فبتكون النتائج ساعات سلبية جامد جدا. فدي نقطة مهمة جدا. تعالوا اقول لكم كده على حاجات بسيطة تانية. لو في ايفنت بالذات لو في عدد كبير من الاشخاص، تخيلوا معايا مثلا كده انه في نقطة مهمة انه لما بيترك الامر للعميل لوحده بيكون عنده حالة من الارتباك ان هو مش قادر يتعامل مع الموقف، لكن لما بيكون في جايد او مرشد داخل المكان بيسهل الامر جدا. فتخيلوا لو مكان مكون من 100 شخص مثلا، وقسمناهم كل مجموعة ل 25 شخص، وكل 25 شخص حطيناهم في سبوت بحيث يكون يعني كل سبوت مثلا 4 سبوتس كده، كل جزء فيه مثلا لو بنتكلم على عدد من الترابيزات مثلا وحواليه عدد من الاشخاص، كل منضدة يعني عليها مثلا اسرة، عليهم ناس معارف او اصدقاء whatever او ناس مع بعض. لو جمعت 25 في سبوت و25 سبوت وجبت 4 جايدز 4 مرشدين متواجدين في المكان، وفي نفس الوقت بجانب كل سبوت في مخرج طوارئ عند الأربعة، لو حدث لا قدر الله مثلا حريق بشكل مفاجئ، تخيلوا مدى سهولة إخراج الناس، هيبقى في وقت قليل جدا. أولا لأن خلاص في 4 جايدز وكل جايد مرتبط بالسبوت ده، أنت مسؤول عن السبوت ده بالناس اللي قاعدة فيه ال 25 فرد دول، وأنت مسؤول عن السبوت التاني أو البقعة التانية دي اللي فيها الترابيزات دي اللي فيها عدد الناس ال 25 والتالت والرابع. فخلاص مجرد ما يحصل حاجة هيقوم على طول يروح مطلع الناس، وكل واحد كل سبوت في جنبه مخرج طوارئ قريب منه، فمش هيحصل تدافع على باب واحد مثلا، مش هيحصل تدافع على بابين، مش هيبقى المكان بعيد جدا فعقبال ما ناخد الناس دي للباب هيكون خلاص صعب ان احنا نخرجهم، لا كل مجموعة وراها قريب منها. ففكرة ان يبقى في exit doors او emergency exit doors كذا واحد يكون منتشر حول المكان، يعني مش واحد بس، ويكون ظاهر للناس وفكرة كمان وجود انه في اشخاص مسؤولين هم اللي هيخرجوا الناس، لان الناس على فكرة اغلب المشاكل في الاحداث دي او الاصابات او اي حاجة في الاماكن الخدمية اللي ممكن لا قدر الله يحصل اي امر طارئ، حتى لو زلزال مش لازم شيء يعني كارثة طبيعية مفاجأة، اي حاجة سببت هلع او بانيك للناس وحبوا يخرجوا من المكان، انه الناس بيحصل تدافع من الرعب والخوف. فوجود اصلا مرشد او شخص يعني يقدر ان هو يرشدهم للخروج بسهوله من المكان بيقلل حاله الخوف، لان هم مطمنين في واحد معانا عارف المخارج وهيعرف يطلعنا وعارف يتصرف ازاي ومتدرب يتصرف ازاي، فخلاص انت كده قللت البانيك بنسبه كبيره وفزع ما بين الناس، هيبقى اسهل جدا اخراجهم، وهتقدر تقول لهم يا جماعه ما تندفعوش وبلاش تدافع، هنخرجكم بهدوء، هتلاقي الناس استجابت ليك. لكن لو الناس فوجئت انها لوحدها ومفيش حد بيخرجها، او يا دوبك واحد على عدد كبير من الناس او 2 بس على عدد كبير من الناس، لابد يحصل ارتباك، لابد يحصل تدافع وتكون النتائج سلبيه. فالاصح ان يكون يعني ده وجهه نظري ان يكون سبوتس ومتقسم، كل سبوت في شخص مسؤول عنه، بالذات في الاماكن بيبقى فيها حدث فيها عدد كبير جدا من الناس. فكره الديفيجن او التقسيم دي، ونكون كل مجموعه في جزء سبوت لوحده عشان يكون مسؤول عنه شخص ويكون قريب منه اكزيت دور. فده تنظيم المكان من اوله وتنظيم الايفنت، ودي اعتقد انها تفرق جامد جدا. بس دي كانت كده بعض الايديز يعني او بعض الافكار. شكرا.